بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حقيقة نشكر الهيئة العامة للطيران المدني، وخصوصا يعني على رأس السيد أشهد رئيس الهيئة على الجهود المبذولة. أخونا يعني حقيقة ما قصرت أستاذ أشهد يعني. وهي حقيقة أول رحلة باتجاه مطار دير الزور المدني، المطار اللي حولوا النظام المجرم النظام البائد إلى ثكنة عسكرية ودمروا تماما يعني. فنحاول حقيقة تكون هاي بداية نحو تأهيل ثم تفعيل المطار اللي إن شاء الله يكون يعني حقيقة يخفف المعاناة عن أهلنا، ويكون خلينا نقول هيك نقدم نوع من الخدمة للهيئات والمنظمات والوفود اللي عندها رغبة للمجيء للمحافظة محافظة دير الزور، بحيث انه نخفف مسافات ونقلل مسافات. فاسال الله سبحانه وتعالى يوفقكم، واسال الله يتقبل الجهود استاذنا الحبيب. الله يبارك فيكم سيادة المحافظ. احنا يعني ان شاء الله ما راح اي جهد يعني جاهزين ان شاء الله نقدم كل الجهود لحتى نسعى في اعادة تأهيل مطار دير الزور. خلال العشر سنوات الماضية كان هو مطار عسكري بامتياز، وكان حتى النظام غير موجود فيه. الروس والايرانيين كانوا يستخدمون المطار في استخدامات عسكرية، لكن ان شاء الله راح نعيد وجهه المدني، ويعني نسعى ان شاء الله لحتى يرجع مطار دير الزور مطار دولي تهبط فيه الطيران الدولي باذن الله، وبجهود الاهالي وبجهودكم ان شاء الله باذن الله عز وجل. يعني الايام القادمه بيرجع مطار دير الزور الى وضعه الطبيعي. المطار حقيقه هو من ضمن اولويات المحافظه، تفعيل المطار، تهيئته ثم تفعيله من ضمن اولوياتنا، لانه حقيقه المسافات بعيده. في كثير من الجهات الداخليه والخارجيه تراسلت معنا تريد تصل تريد تيجي كذا الى اخره، لكن بسبب بعد المحافظه وبعد الجغرافي عن العاصمه وعن خلينا نقول وسط البلد ادى الى تلكؤ بعض الجهات. فاسال الله سبحانه وتعالى ييسر، ان شاء الله تكون هيك يعني ان شاء الله باذن الله. الله يفتح عليك التيسير والسداد نشوفكم ان شاء الله باذن الله. يلا ان شاء الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم.